من ملعب سيفيتاس متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة المباراة الودية بين الفريق الوطني والمنتخب البيروفي ضمن استعدادات الفريق الوطني لنهاية كأس أفريقيا في الكوت ديفوار أمام ما يقارب 30,000 مناصر هنا في سيفيتاس متروبوليتانو. أسود الأطلس يبحثون عن الإقناع مرة أخرى عن الظهور بوجه مشرف يليق بهم ويليق بما قدموه في دولة قطر ويتناسب مع ما تحقق في المباراة الدولية الودية أمام منتخب البرازيل. أسود الأطلس اليوم نعم هناك غيابات، لكن من يحضر يبحث عن تقديم عرض قوي أمام المنتخب البيروفي. الملفت للانتباه هنا في هذا الملعب حضور ما يقارب 20,000 مناصر بيروفي. نعرف جيدا تواجد عدد كبير من البيروفيين في العاصمة مدريد وفي نواحي مدريد، جالية بيروفية كبيرة تؤكد حضورها. مقابل ذلك آلاف الحناجر المغربية اليوم في سيفيتاس متروبوليتانو تدعم المنتخب الوطني، تدعم مزراوي. يلعب المخلال لنصير، نصير يحاول أنه يوصلها لحكيم زياش، لكن تدخل الدفاع البيروفي. المنتخب البيروفي سيلعب باقتصاد كبير في هذه المباراة معا في نفس الملعب. اكيد انه الاجواء تكون يصعب وصفها ويصعب اننا نقدم لكم ولو شويه من منع. نصير المزراوي يلعب الناف اقرد يوصلها رومان سيروس الخنوس وتدخل فنصيري وزكريا بوخلل وتدخل الحارس بيدرو جاليس. نصير بوكا جونيور سكاريو يبحث عن ايصال، كان متالق مع تفنت ومع نادي فاينارد. سابق للاتلتي قبل التحول للسيفيتاس متروبوليتانو. خطأ والحكم يتدخل للإعلان عن منها والرسمية. كرة للأمام في منطقة الجزاء، الكسرة الوطنية للأمام سيروا للأمام. فجرد نيف يلعب للأمام لحكيم زياش. حكيم مرة أخرى تدخل ميغيل تراوكو الحكم. إمكانية للعناصر الوطنية، فرصة في منطقة كاريو نيف جرد نيف وكاريو للأمام، سيروا للأمام والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا شيء، يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بإمكان، كان نجما واليوم شارك في كأس العالم. تابع من زكريا بوخلال أقرب للحارس جاليس من حكيم زياش الذي يشهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ نعم، كان خطأ واضح والحكم يتدخل، واكيد ان له في هذه المباراه. كره نحو يوسف نصيري صمد من الطرف الايسر يلعبها في منطقه الجزاء، لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو جاليس. هذه كره اولى كره في منطقه الجزاء وتدخل جاليس. طلب للكره من الطرف الايمن نصير مزراوي. لا كان بالامكان وان يكون افضل مما كان في الكره الماضيه. يوسف لتوقيع الهدف الاول في هذه المباراه، وجاليس مره اخرى يبعدها. جاليس يبعد الخطوره عن مرمى المنتخب البيروفي. ضرب ريناتو، كره للامام وياسين بونو يتدخل. المنتخب البيروفي والمتابعه من فجارد والحارس كثير. كره يوسف انسيري حاولوا ان يلعبها بالراس نحو مرمى بيدرو جاليس، لكن الفريق الوطني للامام، لكن راي مرفوعه. يمر من الطرف الايسر للفريق الاخر. كره من بلال والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي، والكرة ضربة مرمى للحارس بيدرو للأمام وتدخل فجرت نزولي الحكيم زياش يلعبها حكيم زياش وسفيان امرابط تسلل، والبقية يتكفل بها نيف جرد يتدخل يعطي الله والتغطية من دفاع كريم نصير. يلا يا نصير، كرتك يا نصير ويوسف نصيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. تضيع فرصة أخرى للفريق الوطني. كان زياش يلعبها والمتابعة السنسولي. عندك المساحة للتمرير، تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش. كان حكيم يسير وحيدا. الكرة وما زال الخطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب البيروفي. فرصة أخرى تضيع للفريق الوطني في الجولة الأولى. حكيم يلعبها وجرى للحارس
البيرو نحو عبد الصمد تصل من جديد للمنتخب البيروفي. ميغيل تراوكو زياش ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. لو لم ترتد من دفاع المنتخب رومان نايف يغطي، ولما يخطئ نايف تجد رومان البيروفي من جديد كرة لكاريو، والخطأ يعلن عنه حكم المباراة لمصلحة المنتخب البيروفي في منطقة الجزاء. والمتابعة في ريناتو والتغطية في الأولى والتدخل في الثانية من يحيى عطية الله. والحقب البيرو خطيرة لمنتخب البيرو، والتغطية البيرو بلمسة لأدفينكولا من البيرو، والتغطية من دفاع الفريق الوطني لكن بعيدا عن المرمى. لاعب البوكا جونيورز أدفينكولا لاعب سابق لرايو من زكريا مخلل يلحق الكورتو، والكرة تصل لزكريا مخلل وصير المزراوي. كان هناك خطأ والحكم ما فضلش انه يمنح الامتياز في الكرة. فرصة بيروفية من الطرف الايسر في منطقة الجزاء، والتدخل لمنتخب البيرو والمتابعة من فجر. يحيى يبحث عن العنصر القادر على التحكم في هذه الكرة. خطأ واضح من ريناتو تابيا، خطأ لريناتو تابيا في منطقة جزاء منتخب البيرو. في القائمة الثانية المتابعة كاريو رومان ياسين في منطقة الجزاء. المتابعة في القائمة الثانية، لكن في ظل تواجد يحيى عطية الله صعب على لكن في النهاية تصل مزراوي يلحق بالكرة. نصر يتحصل، لا الحكم شاف ان اناس سروري كرة للفريق الوطني، تلعب كرة في منطقة الجزاء وخروج يسير نفس الطريق. يحرر رفاق وزملائه، إمكاني من حكيم زياش يسدد. حكيم ما مشاتش بعيد. الكرة الماضية لزياش كان بإمكانه أن يجعل المدرجات كرة في منطقة الجزاء لكنها ضائعة. عبد الرزاق حمد الله، سفيان أمرابات، أكثر اللاعبين الصابري. فيها خطأ الحكم قال ما فيها ولا شيء، ويعلن عن خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. لا داعي أكد تقرير صحفي ألماني يوم الثلاثاء أن بروسيا دورتموند يستهدف للحفاظ على لاعبه الإنجليزي جود بيلمينغهام لموسم آخر على الأقل، ويعتبر بيلمينغهام صاحب 19 عاما هدفا رئيسيا لثلاث من العمالقة أوروبا، وهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول. وبحسب صحيفة بليد الألمانية فإن دورتموند يقدم اقتراحا لبيلمينغهام بتجديد تعاقده ومنحه راتبا تصاعديا في مقابل وضع شرط جزائي يحق تفعيله بداية من الصيف 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي ستكون قيمته 150 مليون يورو، وهو رقم في متناول عدد محدود من الأندية. وأضافت أنه خلال الأيام المقبلة سيدعو المدير الرياضي لبروسيا دورتموند سيباستيان كيل بيلمينغهام ووالده مارك إلى مكتبه لتقديم عرض التجديد. ويقدم دورتموند لبيرمينغهام راتبا قدره 15 مليون يورو في الموسم.